اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وفي الفيديو ده هراجع معاكم الفيلم الكويتي شهر زي العسل. بتزوج يعني بتزوج. شهر زي العسل هو فيلم من انتاج نتفليكس، بتدور احداثه عن شخصيتين اساسيتين وهما شخصية حمد ونور. حمد بيشتغل في شركة ابوه وعنده فكرة مشروع جديد محتاج ينفذه، ولكن المشروع ده متوقف على موافقة ابوه المدير التنفيذي للشركة، وشرط الموافقة هو انه يتجوز ويجيب له حفيد. ونور هي مدربة لياقة بدنية بتحب شخص اسمه يوسف، فيوسف بيديها الصابونة حرفيا وبيتجوز بنت عمه لان ابوه بيجبره على ده. فهنلاقي هنا حمد مضطر يتجوز علشان ما يتحرمش من الورث وتنفيذ مشروعه، ونور محتاجة تتجوز علشان تغيظ حبيبها القديم، والمفروض ان ده يحصل في اقرب وقت ممكن. وخدوا دي، نور وحمد صحابهم هم البيست فريند لكل واحد فيهم بالصدفة كده، ودول هم اللي بيرتبوا الدنيا وبيكونوا نقطة الوصل ما بين نور وحمد. خليني اقول لكم حاجة مهمة جدا هنا، القصة دي بدون السينماتوجرافي اقسم بربي مش هتكمل منها 10 دقايق على بعض، والحبكة هنا تكاد تكون معدومة. كل الأحداث سهل جدا إنك تتوقعها، والنقط مبتذلة بشكل مش طبيعي. الاعتماد كله على المناظر الطبيعية والدخول في مغامرات ومشاهد كلها فيلر علشان تسند القصة. الكتابة هنا ضايعة والنقط بايخة، أنا آسف والله. حوار الخالات هنا خلى الموضوع مبتذل، ده غير إن الحوار ده من أسهل ما يكون إنك تتوقع اللي هيحصل. وحتى التمثيل هنا ما شفتش منهم أداءات جيدة، يعني لو في اداء جيد تخليني اكون مستمتع بالحوار اللي هو اصلا حوار ركيك، بس احيانا الاداء التمثيلي والايموشن بتغطي على الحوار. لكن مع كل اسف لا اداء تمثيلي ولا حوار قوي، قصة هبلة جدا لا تستحق كل البرودكشن ديزاين والفلوس اللي اتصرفت عليها في تنفيذها. وبعدين فيها ايه يعني لما تجيبوا قصص من عامة الشعب؟ يعني خلاص عرفنا انكم اغنياء فشخ ومشاكلكم مشاكل هبلة، بس حكي القصص محتاج انك تجيب قصة فيها معاناة، مش واحد مضطر يتجوز علشان ياخد ورث والده فيتجوز غصب عنه وبعد مرور مواقف كتير يبدأ يحبها فعلا. جيب قصة انسان مكافح بيدور على فرصة عمل وهو مش مؤهل ولا عنده خبرة في ادارة المشروعات، فيبدأ مثلا يخش في وظيفة متواضعة ويتمرمط لغاية لما يكبر ويبقى عنده خبرة في السوق. قصة نجاح اهي ومن واقعكم على فكرة. او مثلا احكي قصة شخص رافض انه يكون معتمد على ابوه في تكوين ثروته فيبدأ يعمل ستارت اب، واحكي بقى واسرح بخيالك من قصص فشل ونجاح وعقبات كتير لغاية لما يوصل. لكن شغل الاستسهال ده الحقيقة ده شغل مبتذل جدا، وبديلك افكار كاش ببلاش اهي. وبس كده، دي كل حاجة عندي عن فيلم شهر زي العسل، وهنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.